بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الأمين سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، وعلى آله وأصحابه ومن سار في دربه إلى يوم المصير، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل التكريم والتفضيل والإنعام والتقدير، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكته المقربين وجميع العباد الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، فقد قرأنا ما ذكر المؤلف عليه رحمة الله الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه في مقدمته هذا الكتاب الدوائر الأربع، وكتاب فتح بصائر الإخوان. وذكر لنا أن هذا الدين الكامل الشامل الحاوي على الظاهر والباطن، وله أول وآخر، وله أصول، وله فصول، وله بداية، وله نهاية، ولا يتم الكمال في الكل إلا بالكل. وأن الدوائر التي يدخلها الإنسان في هذا الدين هي 4 دوائر، وأن الله تبارك وتعالى جعل بعظيم فضله وإحسانه اختصار حقائق هذا الدين وما فيه في كلمتي الشهادتين، فهي كالبذرة للشجرة، فالشهادتان بذرة الإسلام والإيمان والعلم والبيان والإحسان والعرفان. فالدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان، والدائرة الثانية دائرة العلم والبيان، والدائرة الثالثة دائرة الإحسان، والدائرة الرابعة دائرة العرفان، وهي أي المعرفة الخاصة بالإله الرحمن جل جلاله. وقال لنا إن هذه الدائرة هي خاتمة لما قبلها، ولكنها أولى لما بعدها. فسبحان المنعم على من شاء بما شاء من حقائق هذا الدين. وذكر لنا أن أهل المراتب يأخذون من كل آية ومن كل حديث ومن كل عبادة ما يليق بمرتبتهم. وذكر لنا المثل في قول لا إله إلا الله، ويقولها أهل البداية، قال ومعناهم لا معبود إلا الله، قال ويقولها المتوسطون، ومعناهم لا مقصود إلا الله، ويقولها أهل النهايات، ومعناها لا موجود إلا الله. وهكذا ذكر لنا المثال في بسم الله، وأنها عند المبتدئين للتعلق، وعند المتوسطين للتخلق، وهي عند المنتهين للتحقق، هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون. ويأخذ الآن يتكلم على الدائرة الأولى، فقال رضي الله تعالى عنه: الدائرة الأولى اعلم أنه يحصل الدخول في الإسلام والإيمان، ويتيسر أولا بالنطق بالشهادتين، ومعرفة معناهما، والتزام أحكامهما، والإذعان لمقتضاه ظاهرا وباطنا. فهذه الطريقة لدخول دين الله تبارك وتعالى النطق بالشهادتين لكل قادر على النطق، وإنما من كان أخرس فيكتفى منه بالشهادة، يكتفى منه بالإشارة، ومن كان يستطيع النطق فيجب أن ينطق. ولا نستطيع أن نجري على الناطق القادر على النطق أحكام الإسلام إذا لم يكن مسلما ولا مولودا في الإسلام إلا بأن ينطق. فإن لم ينطق، إن كان ذلك عن جحود وعن عناد فذلك كفر، وهو مستمر في الكفر. وإن كان لم ينطق بسبب آخر كمثل أن يخاف قومه أو إلى غير ذلك، فبينه وبين الله هو في الإيمان، ولن نستطيع أن نجري عليه الأحكام في عالم الدنيا، أي أحكام المسلم، حتى نسمعه ينطق بذلك، لأن الأمر قائم عندنا على الحس وعلى الظاهر في الأحكام. فلا بد من النطق ممن يستطيع النطق بالشهادتين لنحكم عليه أنه دخل الدائرة الأولى دائرة الإسلام والبيان. قال فبذلك وحده، يعني النطق بالشهادتين ومعرفة معناهما والتزام أحكامهما والإذعان لمتظاهر باطنا، بذلك يحصل الإسلام في الحال
والإيمان على كمال، أي بداية الإيمان، وهو على كمال أي متدرجا في قوته حتى يرسخ ويثبت في القلب. وإذا رسخ الإيمان وثبت وقوي حتى صار كالجبل الشامخ يسمى اليقين. أول مراتبه علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. ومراتب حق اليقين للنبيين وخواص ورثتهم من المقربين الصديقين، وأكثر الأولياء في عين اليقين، وعامة المؤمنين من أو خواصهم ممن لم يرتقي في درجات الولاية يكون في علم اليقين، وما وراء ذلك إلا ما يطلق عليه مجرد الإيمان، ولا يخالط قلب امرئ شك إلا خرج عن الدائرة من أصلها، والعياذ بالله تبارك وتعالى. زادنا الله إسلاما وإيمانا ويقينا. اللهم كما أنعمت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين. قال: فبذلك وحده يحصل الإسلام في الحال والإيمان على كمال، فمن مات على ذلك فقد مات على الفطرة ودين كامل فضلا من الله تعالى. يشرح ذلك قال: ووجه ذلك أن الشهادتين تشتملان على جميع أمور الدين بالإجمال. قال: فأما الاعتقاديات فواضحة، ما يتعلق بالإيمان والاعتقاد واضح من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فواضحة من المقال. وأما غيرها من شؤون الدين فإنه يلزم من الإذعان لذلك التزام مقتضاه في جميع الأحكام والأعمال. فإن الإذعان بأن لا إله إلا الله يقتضي الخضوع لجلال الله والعمل بما فرض وما ندب، والبعد عما حرم وعما نهى عنه جل جلاله. قال: فإنه يلزم من الإذعان أي الخضوع والاستسلام لذلك التزام مقتضى في جميع الأحكام والأعمال، والعزم على الدوام على جميع ذلك في جميع الأزمان والأحوال. فقام الإجمال لذلك أو في ذلك مقام التفصيل، قام الإجمال مقام التفصيل، فبمجرد الشهادتين يعد ذا دين كامل، وهو بعد ذلك يتعلم أحكامهما وما يقتضيه الإذعان بهما ويتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. قال: إذ لا غاية لها، يعني التفاصيل لا غاية لها بحال، لأن التفاصيل درجة فوق درجة فوق درجة في كل مقام من المقامات إلى ما لا نهاية، حتى يكون الأعلى فيها النبيون وأعلاهم المرسلون وأعلاهم أولو العزم من الرسل، ولا غاية ولا نهاية لهذه الحقائق في الإسلام وفي الإيمان وفي الإحسان والمعرفة بالرحمن جل جلاله لا نهاية، بل لا يزال الكاملون في زيادة في الكمال من النبيين إلى أكملهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو غاية الكمال الخلقي ومنتهى الكمال في عالم الخلق وعالم الوجود. ومع ذلك فهو يرتقي ويزداد كمالا في كل لمحة وفي كل نفس إلى ما لا نهاية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له الرحمن: فإذا فرغت فانصب. إذا أنهيت عملا من أعمال القرب والجمعية علينا والتقرب إلينا فانصب في عمل آخر لترقى ويستمر رقيك. وهو صلى الله عليه وسلم ينازله من نظر الله وعنايته في كل نفس ما لا غاية له، ثم لا يعمل أحد من أمته في شرق الأرض وغربها عملا صالحا ولا يذكر ذكرا ولا يتصدق صدقة ولا يصلي ركعة إلا كان له مثل أجرها مضاعفا في أجر من علموا هذا العامل
ومضاعف أجرهم في من علم هذا العامل، ومضاعف في من علم إلى أن يصل إليه صلى الله عليه وسلم. كل تسبيحة وكل عمل مضاعفات وغايات كبيرات، فهو المترقي في كل لمحة وفي كل نفس. الله أكبر، ما بلغت لرتبة إلا ونادتك المرام أمام، فلك التقدم في الفضائل كلها، فاقدم فأنت لمن سواك إمام. ما للعقول تصور لحقيقة ياتيك منها الوحي والإلهام، وبلغت أو أدنى وتلك مزية عظمى، وأسرار الحبيب عظام، من حضرة قدسية علوية قد واجهتك تحية وسلام، فسمعت ما لا يستطاع سماعه، وعقلت ما عنه الورى قد ناموا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا بالشهادتين اختصر الله لنا الأمر وجمع لنا الدين في الشهادتين، فبقي هما كالبذر إذا وقع في القلب الصالح الطيب الأرض العذب الماء، نبتت هذه الحقائق للشهادتين كما سيشرح لنا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أما في التفاصيل قال: إذ لا غاية لها بحال، وناب الالتزام بذلك عن العمل، إذ لا نهاية للأعمال. وبذلك يعلم أن الأعمال جميعها من صلاة وصيام وصدقة وزكاة وحج وعمرة وبر والدين وصدق في القول وصلة الرحم وإنقاذ الملهوف إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، إنما شرعت ممدة للدين ومنمية لمعنى الشهادتين ومقوية لليقين. فمقصود العبادات كلها أن يقوى الإيمان، أن ننال رتب اليقين، أن نسقي هذه الغرسة، أن نسقي هذه البذرة في القلوب، بذرة الشهادتين. فالأعمال الصالحة سقي وتنمية لبذرة لا إله إلا الله محمد رسول الله في القلب. قال: وأن الذكر إنما شرع للتذكير وتطهير الضمير من الغفلة بالغير، أي الشغل بالغير والالتفات إلى الغير، غير الله سبحانه وتعالى، والتعويل على الغير والانقطاع بالغير. للتخلص من ذلك شرع لنا الذكر، وجعل الذكر مربوط بجميع الطاعات والعبادات، فأكثرنا ذكرا لله تعالى أوفرنا حظا من القرب منه ومن المعرفة به ومن الأجر منه جل جلاله وتعالى في علاه. وصح في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سئل: أي المصلين أعظم أجرا؟ أي المصلين أعظم أجرا؟ فأجاب: أكثرهم لله ذكرا. فقال السائل: فأي المتصدقين أعظم أجرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي الصائمين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. قال: فأي المجاهدين أعظم أجرا يا رسول الله؟ قال: أكثرهم لله ذكرا. فالتفت سيدنا أبو بكر لسيدنا عمر يقول له: ذهب الذاكرون لله بخير الدنيا والآخرة، أخذوا الخير كل أهل الذكر. فسمعه النبي فقال: أجل، ذهب الذاكرون بخير الدنيا والآخرة. فاللهم اجعلنا من الذاكرين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعظم المصلين أجر أكثرهم لله ذكرا، وكذلك المتصدقين، وكذلك الصائمين، وكذلك المجاهدين. فهكذا حتى قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. هذا اليوم يوم الجمعة فرض الله على المكلفين من الذكور المقيمين الأصحاء القادرين فريضة الجمعة. ذكر أن مقصودها الذكر. يقول سبحانه وتعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله. داوموا على الذكر قبل جيتم للذكر، واخرجوا بالذكر، واستمروا على الذكر، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقول:
وأن الذكرى إنما شرع للتذكير وتطهير الضمير من الغفلة بالغير، فأثره يعود على الذاكر لا على المذكور من غير شك، وثمره للعبد في جميع الأمور. وأن النطق بالشهادتين وما ذكر معه من الإذعان ومعرفة معناهما والإذعان والاستسلام، قال هذا كالنواة للنخلة. فإذا عندنا نخلة فلها نواة وهو صغيرة كمثل هذه هي التي يبذر منها النواة للنخلة، ولكن هذه النواة فيها النخلة كلها، النواة فيها النخلة كلها، لكن إذا وضعت في محلها وسقيت بالماء الطيب وحوفظ عليها مما يضرها طلعت وتحول من النواة هذه نخلة بثمرها وجذوعها وسعفها وما فيها كل من هذه النواة. فإن كانت هذه الشجرة كانت مبطونة متضمنة وسط النواة هذه شجرة كلها بما فيها من ثمر، ربما رآها أهل البصائر إذا كان هذه النواة ستغرس وتتغير الشجرة كلها موجودة هنا، لكن ما تظهر إلا في وقتها وعندما تسقى بالماء الطيب. فكذلك بذرة لا إله إلا الله محمد رسول الله نواة، إذا وضعتها وسط أرض قلبك وسقيتها طلعت الشجرة كلها، طلعت الثمار وأنواعها والأغصان والأوراق والجذع الذي لها كلها من هذه البذرة لا إله إلا الله. يقول كالنواة للنخلة منها نباتها وتفرع عروقها وتشعب فروعها بحسب زكاة أو أرضها وعذوبة مائها، فغرس شجرة الدين ببذر الشهادتين في القلب الصالح وسقيها بماء العمل الصالح الواصل إلى القلب بالحضور بالعلم المعين على يد الملائكة المقربين. ماء العمل الصالح يصل إلى القلب بماء العمل الصالح الواصل القلب، فإن ماء العمل الصالح هو الذي يصل إلى البذرة هذه ينميها فكن من الإيمان في مزيدي وفي صفاء القلب ذا تجديدي بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما للنفس من شهواتي. فماء العمل الصالح قال الواصل إلى القلب بالحضور مع الله تعالى بالعلم المعين على يد الملائكة المقربين وإمداد الأولياء ومجالسة الصالحين. فإن من قام بهذه العبادة فالملائكة تحضر في عبادته وبواسطتهم تمتد آثار هذا الماء المعنوي للعمل الصالح إلى بذرة الإيمان في القلب، إلى بذرة الدين وسط الضمير، وبواسطة مجالسة الصالحين فإنها تعين على إيصال هذا الماء إلى مكانه وعلى المحافظة على البذرة مما يعترض لها من القواطع. فبواسطة هذه الأعمال الصالحة والملائكة المقربين وإمداد الأولياء ومجالسة الصالحين تفتح لعين العين بمعنى الدين، لعين العين التي في القلب تنفتح العين والتي كانت موضوعة في هذه البذرة، فينفتح عين القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، يعني ليس الضرر والخطر في عمى بصر أحد، فهذه عرضة ومرض حسي لا خطر له وكبير، ولكن المصيبة إذا عمي القلب، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، والقلب يكون أعمى حتى ينفتح وينكشف عماه بواسطة الإيمان، بواسطة هذه البذرة والعمل بمقتضى ذلك ومجالسة الصالحين. فهكذا تفتحت قلوب سادتنا الصحابة بأخذهم عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهادتين، ثم رؤيتهم لوجهه الشريف، ثم تزكيهم على يده وحضورهم معه وعملهم بتعاليمه، وانفتحت ففتح الله به أعينا عميا وأبصارا وأسماعا صما وقلوبا غلفا، وانفتحت به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال تعالى استجيبوا لله وللرسول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات.
الآية عامة لكل من أحيا الله قلبه، وسبب نزولها سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا حمزة بن عبد المطلب أسلما في أول الجهر بالدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الخامسة من البعثة، بين إسلامهما 3 أيام، فأعز الله الإسلام بإسلام عمر بن الخطاب وسام حمزة بن عبد المطلب، ونزلت الآية فيهما وفي أبي جهل. أفمن شرح الله صدره قال ومن كان ميتا فأحييناه، يعني عمر وحمزة، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، أبو جهل كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا إله إلا الله. فنور الله قلوبنا وفتح لنا عين البصيرة، قال تفتح لعين العين، وفي شيء من النسخ لعين القلب، بمعنى الدين، وتمنح كل نور وعمل من أعمال المتقين، فيحيا القلب بذلك حياة طيبة في بهجة وسرور. أحيي اللهم قلوبنا، ولا يموت إذا حي هذا القلب، لا يموت بموت الجسد، بل يبقى أبدا في نعيم وحبور. وإن فارقت الروح الجسد فالقلب حي بحياة الإيمان والقرب من الرحمن والنعيم والحبور. ولذا لما رأى بعضهم بعض الصالحين قد توفي فرآه في النوم قال ألست قد مت أنت؟ فقال تموت الحمير والكلاب، نحن ما نموت. إذا كان حيوان حمار أو كلب هو ممكن يموت، أما الصالحون الأولياء ما يموتون. قال كيف نموت؟ انتقلنا من دار إلى دار، فين الموت؟ ما عندنا موت. ولهذا أدبنا الله مع الشهداء، قال ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله، يعني تأدبوا معهم. أما انتقالهم من الدنيا الآخرة فيقين انتقلوا وفارقت الأرواح الأجساد، لكن لفظ الأموات يشعر بشيء من النقص، فقال الله هؤلاء حياتهم أكرم من حياتكم في الدنيا، فلا تسمونهم أموات، لا تسموهم أموات. ولا تحسبن الذين قتلوا، لا تسموهم تقولوا ولا تظنوا بظنونكم أنهم، ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فمن حي قلبه خلاص. ولذا وقع في بال سيدنا سهل بن عبد الله التستري عليه رحمة الله سؤال وهو في صغره، وأخذ بفكره وعقله، هل للقلب سجود؟ هل للقلب سجود؟ وما وجد أحد حواليه يشرح له المعنى، حتى لقي بعض العارفين في بعض القرى فقالوا يا سهل للقلب سجود، إذا سجد لا يقوم أبدا، لا يرفع منه أبدا. قال مرة واحدة إذا ما عاد يقدر القلب يرتفع من السجود إذا سجد. فجلس عند ذلك الشيخ وامتلأ وصار من المقربين والعارفين سهل بن عبد الله التستري عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا القلب إذا حي وحياته مستمرة، وتلك الحياة الطيبة قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. جاء بنون العظمة لنحيينه، وجاء بنون التوكيد، وجاء بلام التوكيد فلنحيينه، يقول الله. فما أعجب هذه الحياة يحيي من عمل صالح من ذكر أنثى وهو مؤمن، فبذلك تنال هذه الحياة الحقيقية. اللهم أحيي قلوبنا بأنوار معرفتك، اللهم أحيي قلوبنا بأنوار معرفتك يا أرحم الراحمين. قال فيحيا القلب بذلك حياة طيبة في بهجة وسرور، ولا يموت بموت الجسد بل يبقى أبدا في نعيم وحبور. قالوا أما غرسها في القلب الفاسد الخبيث والعياذ بالله تعالى، غرسها في القلب الفاسد الخبيث وسقها بماء أجاج المعاصي والخبائث والعياذ بالله تعالى، فإنها لا تبقى معه بهذه البذرة العظيمة إذا وضعت في قلب خبيث يميل إلى المنكرات، يميل إلى المخالفات، يعظم غير الله تبارك وتعالى. فهذا القلب إذا وضعت في هذه البذرة ثم سقي بالماء أجاج المعاصي، الماء الأجاج الوسخ والكدر وغير الصالح للإنبات، ما هو ماء الغيبة وماء النميمة وماء الزنا وماء السرقة وماء الكبر وماء العياذ بالله تعالى. هذه البذرة ما تنبت مع هذا ولا تصلح في هذا القلب. قال لا تبقى معه بحال، تنبت مكانها في الحال شجرة الخبال والضلال المبين.
عند الضلال الواضح على يد الشيطان اللعين. فهو يرعى أهل الذنوب والمعاصي ومن رضي بالذنوب، إبليس يرعاهم ويقوي هذه شجرة الخبال والضلال فيهم حتى لا تنبت شجرة الإيمان ولا تنبت شجرة اليقين، فيصير على الخطر إلا من رحم الله تبارك وتعالى. يقول: فيموت الدين والقلب قبل موت الجسد، ويبقى في ظلمات البعد والطرد والنكد أبد الآبدين، والأمر لله رب العالمين، يهدي الله لنوره من يشاء، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. فنسأل جميعنا على هذه الخيرات أن يوفر حظنا من الإيمان ومن اليقين ومن حياة القلوب، ويجعلها حياة تزداد أبدا سرمدا. اللهم أحيي قلوبنا ببركة حبيبك المصطفى، بحرمة هادينا ومحيي قلوبنا ومرشدنا نهج الطريق القويمة، دعانا إلى حق بحق منزل عليه من الرحمن، أفضل دعوتي أجبنا قبلنا، مذعنين لأمره سمعنا أطعنا، عن هدى وبصيرة، فيا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي. قال: فنقطة دائرة الإسلام هي النطق بالشهادتين كما ذكر، فلا تزال تلك الدائرة تتسع بحسب التفصيل في ذلك الإجمال، وتعاطي الملتزم من الأحكام ومباشرة الأعمال، يعني مقتضاها الملتزم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني لا أقدم على أمر الله أمر، ولا أجعل لي قدوة فوق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الملتزم. فكلما تعطي هذا الملتزم من الأحكام ومباشرة الأعمال ووضوح المعتقد بصحيح الفكر واتضاح الاستدلال، لأن عندنا فكر وذكر، والذكر نور البصيرة والفكر كحل البصيرة، وبواسطة صفاء الفكر يزداد الإيمان وتقوى المعرفة، تحصل المعرفة، وبواسطة نور الذكر يحصل الأنس بالرحمن تعالى، فيقوى الأنس بالذكر ويقوى الإيمان بالفكر إذا صفى. ولذا قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وذكر الذكر والفكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال: والفكر عبادة جاءنا بها صلى الله عليه وسلم يغفل عنها الكثير، وكان كثير من عبادات الصحابة فكر فيما قال الله فيما قال رسوله، غوص بالفكر على المعاني، فهذا تأخذهم. وكان سيدنا أبو بكر الصديق كثير من ليلة ساعات الليل تمر في الفكر يفكر. وهكذا الفكر له مجاري، الفكر في عظمة الله جل جلاله، والفكر فيما أبدع وصنع من الآيات، الفكر في النعم التي أنعم بها عليك، الفكر في تقصيرك في حقه ومخالفتك لأمره وتعرضك لسخطه، الفكر في الموت والانتقال من الحياة الدنيا وقصر الدنيا وحقارتها وما عملت بأصحابها، الفكر في الآخرة وعظمتها ودوامها، الفكر في نعيم الجنة، الفكر في عذاب النار. هذه مجاري الفكر إذا صفى فكرك وأعلاها عظمة الحق جل جلاله، عظمة الحق ومعاني أسماء وصفاته. فهي إذا تمكنت من القلب الصافي أورثت معارف بالله تعالى وقوة في المعرفة بالله تبارك وتعالى. قال سيدنا الإمام الحداد في الذكر وفي الفكر. أما في الذكر قال عليه رضوان الله تبارك وتعالى: وإن رمت أن تحظى بقلب منور نقي عن الأغيار فاعكف على الذكر وثابر عليه في الظلام وفي الضياء وفي كل حال باللسان وبالسر، فإنك إن لازمته بتوجه بدا لك نور ليس كالشمس والبدر ولكنه نور من الله وارد أتى ذكره في سورة النور فاستقري. يشير إلى آية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إلى آخر الآية. وقال في الفكر: وصفي من الأكدار سرك، وصفي من الأكدار سرك إنه إذا ما صفى أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به في ظلمة الليل إذ يسري.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. وروت أسماء بنت عميس عليها رضوان الله قالت أيام خلافة سيدنا أبو بكر ورد عندي ليلة دخل، قالت قام فصلى ركعتين ثم وضع رأسه بين رجليه يقول وشوقاه إلى رسول الله وشوقاه إلى رسول الله، وبكى قالت حتى رثيته وقمت إليه وخفف عنه قلت له يا خليفة رسول الله، قد صاحبته وجلست من قبل النبوة وبعد النبوة، كنت معه في الغار وحضرت شهدت معه المشاهد وحضرت معه الغزوات ومات وهو راضي عنك وستلقاه بعد اليوم وستلقاه بعد اليوم. قالت تخفف عليه وهو طول اللي قال وشوقاه إلى رسول الله وشوقاه إلى رسول الله. هذا عبادة سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. هذا ما عاد قدر يبقى بعده في الحياة إلا سنتين وستة أشهر. حتى قال أهل المعرفة إن سبب موته سببين ظاهر وباطن اجتمعا لنيل الشهادة الكبرى. الظاهر أكلها فيها سم أكلها قبل وفاته بسنة، حتى كان معه واحد من الصحابة يعرف الطب، بعد ما ذاق الطعام قال أبا بكر يا خليفة رسول الله الطعام مسموم ولكن سم بطيء، وبعد مدة سأموت أنا وياك في يوم واحد. وبعد سنة ماتوا الاثنين مرة، سيدنا أبو بكر ومات هذا بعد سنة. والسبب الباطن الثاني قالوا شدة الكمد على فراق رسول الله. شدة الكمد على فراق رسول الله كان في قلب أبو بكر قطع نياط قلبه فمات عليه رضوان الله تعالى. وهذا الذي يتحدث عنه العارفون من شهادة المحبة، وقالوا إن شهداء المحبة أعلى الشهداء عند الله. فليس من قتل بسيف الحديد أو كمن قتل بسيف المحبة، فهؤلاء أعلى الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. وأما السيدة فاطمة فما طاقت الحياة بعد أبيها إلا 6 أشهر، وهو بشرها عند موته قال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة وأنك أول أهل بيتي لحوقا به، وأنك أول أهل بيتي لحوقا. حتى ضحكت السيدة عائشة تتعجب قالت إيش هذا الضحكة بعد بكاء؟ بكت وبعدين ضحكت في وقت واحد، ما رأيت ابتسامة أقرب من بكاء من مثل هذا اليوم. ما قال لك؟ فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله. بعد وفاته بمدة قالت السيدة عائشة يا فاطمة أخبريني ما قال بما لي من الحق عليك، بما لي من الحق عليك أخبريني ما قال لك رسول الله. فأخبرتها ببعض ما قال في المرة الأولى والمرة الثانية، لأن في الحديث أن فأطال معها الكلام، لكن هي ذكرت قليل. سارها فأطال في مسرتها أول مرة وثاني مرة. فقالت لها أنه في أول مرة قال لي إن جبريل في كل رمضان يأتيني في اليوم مرة يدارس القرآن، لكن في رمضان الماضي كان يأتي مرتين لأنه آخر رمضان لي وأنا لاحق بربي من مرضي هذا. قالت في بكيت. قالت في المرة الثانية لما جاء وسارني قال لي أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وأنك أول أهل بيتي لحوقا بي، أول من يلحقنا من أهل البيت أنت. فما مات أحد بعده من أهل بيته حتى توفيت فاطمة الزهراء بعد 6 أشهر عليها رضوان الله تبارك وتعالى. هل وقد خرجت بعد دفن أبيها عليه الصلاة والسلام، وجدت سيدنا أنس راجع. قالت أنس قال لبيك يا بنت محمد. قالت دفنتم رسول الله؟ قال نعم. قالت أطابت أنفسكم من تحدث تراب على رسول الله؟ بكى سيدنا أنس قال يا ابنة رسول الله والله لو كنت في حالتي هذه ما قدرت، ولكن هذا أمر ضروري عم الله على قلوبنا وحاسسنا حتى قمنا بالواجب ودفنا، ولو كان بحالي هذا أنا ما بقدر أحط التراب. فذهبت إلى القبر الشريف وأخذت تربة تشمها وقالت ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا لياليا، عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وعاشت بعده 6 أشهر ولحقت به رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجمعنا بهم في دار الكرامة وهو راض عنه. يقول سيدنا أنس بن مالك قال كنت يوم دخلت مع النبي إلى بيت فاطمة، فإذا علي جاني نايم في ناحية البيت، والسيدة فاطمة استقبلت أباها
وقامت له وتقبله في جبهته ودخل. قال تلقاه الحسن والحسين. قال فسمعت الحسين يقول يا جدة اسقني أريد شراب. قال مرحبا. قال التفت إلى شاة في جانب البيت، حمل إناء ونفض العشاء وأخذ يحلب من أجل يسقي الحسين. قال وأنا أنظر. قال فلما حلب تقدم الحسن فنحاه وسقى الحسين أولا. قال فقالت السيدة فاطمة هو أحب إليه؟ قال لا، ولكنه استسقاني أولا، هو طلب السقي أولا، فأول الذي طلب بعدين يعطي الثاني. تربيته صلى الله عليه وسلم وتأديبه وتعليمه. ولهذا يقول العوام عندنا الماء لمن طلب، يعني اللي طلب أول تعطيه الماء أول. فقال لكنه استسقاني أولا. قال التفت إلي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس. قال أنس قلت لبيك يا رسول الله. قال إني وهذان وأمهما وذاك النايم في مكان واحد يوم القيامة. في مكان واحد يوم القيامة. ونعم المكان، الله يقربنا منه. إني وهذان يعني الحسن والحسين وأمهما وذاك النايم يعني سيدنا علي في مكان واحد يوم القيامة. وسيدنا أنس جنبه قال ادعو الله أكون معكم يا رسول الله، أنا أكون معكم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. قال فلا تزال تلك الدائرة تتزع بحسب التفصيل في ذلك الإجمال وتعاطي الملتزم من الأحكام ومباشرة الأعمال ووضوح المعتقد بصحيح الفكر واتضاح الاستدلال، فيزيد الإسلام والإيمان بذلك بحسب المعنى الراجع في كل ذلك إلى الشهادتين وما اشتملت عليه من أمور الدين والاستسلام لله والانقياد له والرجوع إليه علما وعملا في كل حال وفي كل حين. ولذا قال فكل من لم يجد لعمله الصالح زيادة في دينه وقوة في يقينه فليعلم أن ذلك إنما هو لنقص عمله وقلة اجتهاده، لعدم إخلاصه وصدق نيته، أو لعلة من العلل في قلبه فساد بها القلب وأفسد العمل. وإلا فكل تسبيحة تزيدك إيمان، كل ركعة تزيدك إيمان، كل آية تتلوها أو تسمعها تزيدك إيمان، كل صدقة تزيدك إيمان، كل عمل صالح ينمي الإيمان فيه. قال فإذا ما أحسست بزيادة فانتبه لنفسك، إما في العمل نقص وضعف، وإما علة من العلل أفسدت عليك نتيجة العمل. مثل إيش العلل؟ ذكر مثلها. قال وتلك العلل كرضاه عن نفسه، رضاه عن نفسه. قال هذا العامل والعابد إذا كان راضي عن نفسه ما يرى نفسه مقصر ويرى نفسه كامل فهو معجب، والعجب يحبط العمل، ولهذا ما عاد يدرك أثر العمل. الإعجاب بالنفس من المهلكات. قال كرضاه عن نفسه. كان سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم يقول من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط، ومن نظر إلى نفسه بعين السخط نظر الله إليه بعين الرضا. ولذا لا يزال المقربون الصادقون يعاتبون أنفسهم ويلومون أنفسهم ويردون اللوم على أنفسهم، ولا يرضون عن أنفسهم، يرضون عن ربهم ولا يرضون عن أنفسهم، فيزداد الله عنهم رضا. هكذا لما سأل بعض الأنبياء ربنا تعالى أين أجدك؟ قال تجدني عند المنكسر قلوبهم من أجلي، تجدني عند المنكسر قلوبهم من أجلي. لا إله إلا الله. لذا كان سيدنا الإمام الحداد مع علمه وعمله كان في من أيام شباه وهو عمي وهو ابن شهرين، وإذا خرج من عند المعلم يعلمه القرآن يمر إلى المسجد يصلي 100 ركعة في كل يوم، هذا في صغره. بعدين يقول يا نفس هذا الذي تأتينه عجب، علم وعقل ولا نسك ولا أدب، علم وعقل ولا نسك ولا أدب، لا إله. وصف النفاق، يقول وصف النفاق كما في النص نعلمه علم اللسان وجهل القلب. يقول لنفسه علم اللسان وجهل القلب، والسبب حب المتاع وحب الجاه، فانتبهي من قبل تقطع عليك الصحف والكتب، وتصبحين بقبر لا أنيس به. الأهل والصحب لما ألحدوا ذهبوا وخلفوك وما أسلفت من عملين، فالمال مستاخر والكسب مصطحب، واخشي رجوعا
إلى عدل توعد من لا يتقيه بنار حشوها الغضب، والبعد عن جنة الخلد التي حشيت بالطيبات ولا هم ولا نصب. وهكذا يقول: يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال، يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحقوق ثبتني وجودتني بالإكمال. فمرض العجب يفسد أثر العمل الصالح، فيعمل العمل ولا يجد له أثر في قلبه، ما يجد له أثر في زيادة الإيمان بسبب العجب كرضاه عن نفسه ونظره إلى عمله وإعجابه به، وكروية الخلق أي إرادة القصد أو قصد المنزلة عندهم والمكانة في قلوبهم. قال: كروية الخلق والتعلق بهم والملاحظة لهم الموجبة للرياء والكبر والحسد والغش والحقد، وكتسلط النفس الأمارة بالسوء واستيلائها على القلب بغلبة الشهوة المثمرة للقسوة، وعدم الخوف والانهماك في المعاصي، وكخبث الطوية وتمكن الشيطان ووسوسته وغروره. فإذا سلم من هذا فإن كل عمل يجد له أثر، كل آية يجد لها أثر، ويزداد نور القلب ويزداد نور الإيمان. اللهم نور قلوبنا. قال: فليجتهد العبد الموفق بتطهير قلبه من هذه الكبائر الموبقات، وطب لبه من هذه الخبائث والأمراض المهلكات. يا رب طهرنا. قال: ويشمر في علاجه، يشمر في علاجه وصلاحه وتزكيته ورشده وفلاحه، فإن القلب إذا صلح صلح الجسد والأمر كله، وإذا فسد فسد العمر كله. فهو أولى بالعناية من أمراض الجسد وبقية الأعضاء. بعدين يتعجب المؤلف رحمه الله، يقول: كثير من الناس إذا جاء له مرض حسي في عينه ولا في بطنه ولا في يده ولا في رجله، ويجتهد في العلاج والطب ويذهب من مكان إلى مكان وينتبه لنفسه، قال: والأمراض الخطيرة هذا في قلبه ما يتحرك. العجب، يقول العجب كل العجب ممن إذا اعتلت يده أو رجله بذل جهده في علاجها بكل وجه، وإذا اعتل قلبه ومرض لبه لا يتفكر في علاجه ولا ينظر في طبه، ويهمل أمره حتى يموت قلبه فلا يحيا أبدا، ويطبع عليه ويذهب دينه فلا يفلح سرمدا. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، وقال: طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وكيف يغفل العاقل عن عقله وقلبه الذي ما امتاز على الحيوان إلا به، امتاز عن بقية الحيوانات بواسطة هذا القلب والعقل، وعن دينه الذي ما فضل على الكفار إلا بسببه. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وكان هذا المؤلف عليه رحمة الله مرة سلط الله عليهم في وقت ظالم، سلطان ظالم، وكان حبسه من هكذا من غير حق ومن غير ظلم، حبسه وجاء بزير كبير، زير من المتخذ هذا عندنا يوضع فيه التمر، وهو متخذ من الفخار هذا، حطوا عليه ثم رفعه. فجاءوا بعض الناس يزورون يقولون: هذا الظالم الذي قال: لا تتكلموا على السلطان، السبب يكون عندي. قالوا: ايش سبب؟ قال: ان الخادمة جاءت الى البيت ما سألتها صلت الظهر أم لم تصلي، فأنا قصرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنبي يقول: لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم. فهذا سبب ما هو من السلطان، مني أنا، لا تتكلموا على السلطان عليه الرضوان. مع ذلك كله فرض عليه مرة هذا السلطان الظالم أن يسلم طعام لقوت لخيل السلطان، قال: مرحبا. فكان ياخذ الطعام الحسن وينقيه ويصفيه ويعطيهم اياه، فقالوا له: انت تصفي هذا وهو ياخذ ظلم منك؟ قال: انا اريد استلم طعامي في القيامه صافي، هذا بيرجع لي في القيامه، بريد استلمه صافي، اعطوه اياه صافي. وفي يوم من الايام تاخر
المرسول من السلطان لأخذ هذا الطعام، فطلع إلى الجمعة لأنه يبكرون إلى الجمعة. فلقيه في الطريق فقال يا سيد هات الطعام لخيل السلطان. قال مرحبا، أنا انتظرتكم فتأخرتم، ولكن الآن قرب وقت الجمعة ونحن نبكر الجمعة، فسنصلي الجمعة وبعد الجمعة تعال. فأخذت عنجهية عند الجندي هذا، قال لا الآن ارجع. قال لا الآن ما أرجع. قال أقول لك لابد الآن ترجع. قال إلا أنت أحسن قف مكانك إلى أن أرجع. فتصلبت رجلاه في الأرض. الجندي بقي. وذهب الشيخ سعيد إلى الجمعة وصلى الجمعة وكمل، رجع حصل واقف تاني. قال ها؟ قال خلاص أنا تبت. قال هات. أخذ يده مشى. قال تعال خذ الطعام وروح إلى عند السلطان حقك أعطه الطعام. لا تحسب أننا نسلمكم الأشياء من ضعف فينا ولا من عجز، ولكننا نعامل الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله. قال فكيف يرضى من ميزه الله بالعقل ودعاه إلى الرشد والفلاح أن يغفل عن عاقبة أمره وحال قلبه في الفساد والصلاح، ويصرف ذرات عمره التي لا قيمة لها في شهوات البهائم والأكل والشراب والنكاح، فيقنع بحالة البهائم في الغدو والرواح، بل هو أضل من الأنعام لما عليه من الوزر والجناح. فلينظر الإنسان فيما هو به إنسان، بماذا كنت إنسانا وما به يرتفع عن حضيض النقصان. أقبل على النفس فاستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. إلى أوج العلا والإحسان، وما ذاك إلا العقل والدين وامتلاء القلب بالنور واليقين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين الكافرين ما كانوا يعملون. يقول فكم من إنسان ليس بإنسان وما له من الإنسانية إلا الصورة، وهو في الحقيقة دابة أو سبع أو كلب أو شيطان. كيف؟ على ما فيه من صفات هذه المذكورات. إن كان فيه صفات الدابة فهو دابة، إن كان فيه صفات السبع فهو سبع، وإن كان فيه صفات الكلب فهو كلب، وإن كان فيه صفات الشيطان فهو شيطان. ما غلب عليه الشهوات فهو دابة، ومن غلب عليه الغضب والانتقام من الناس هذا سبع أو كلب، ومن غلب عليه الخديعة والكذب هذا شيطان، واحد من الشياطين. هذه أوصاف الدواب والشياطين، ما هي أوصاف الناس الطيبين. ما يوصف. فعلى ما فيه من صفات هذه المذكورات فغلب عليه وتلا من سوره فلا تغرك منه صورته الظاهرة، فالعبرة بحقيقته، وإنما تظهر الحقيقة في الآخرة. لهذا في بعض الأخبار أن الناس يحشرون، هذا في صورة كلب، وهذا في صورة خنزير، وهذا في صورة سبع، وهذا يحشرون على صورهم الباطنة في القيامة. لا إله إلا الله. قال وإنما تظهر الحقيقة في الآخرة، فمن أراد الله سعادته وصلاحه طهر قلبه وجسده من المعاصي والخبائث المهلكات، ووفقه لدوام ذكره وملازمة الطاعات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن. هذا الذي علمه النبي سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه، وقال يا معاذ إني أحبك. هنيئا لمعاذ. قال يا معاذ إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أن سيدنا معاذ قال لبعض التابعين إني أحبك فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتسلسل الحديث سمي بحديث المسلسل بالمحبة إلى من أجازنا فيه من شيوخنا، ونحن نحبكم في الله تعالى، فلا تدعوا أن تقولوا بدبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وأجزناكم في ذلك. لا إله إلا الله. قال وأشهده أن له المنة عليه في جميع الأمور. قال يجتهد ويعمل وهو يشهد أن المنة لله عليه في جميع الأمور والأحوال والأوقات بنعمة الإيجاد والإبقاء والإمداد والسلامة من الآفات. وسيدنا معاذ هذا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن في آخر عمره، ومشى معه يودعه وقال له يا معاذ لعلك لا تلقاني
لعلك لا تلقاني بعد هذا فلا تنسى أن تزورنا. فجاء خبر الوفاة وسيدنا معاذ في اليمن، جاء لما ورد المدينة جاء إلى عند القبر الشريف وكب عليه وتذكر قوله إنك لعلك لا تلقاني بعد هذا فلا تنسى أن تزورنا، أن يزور قبره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال فعنوان القلوب فين وصلنا هذا؟ أن له المنة عليه في جميع الأمور، أن له المنة. اللهم لك الحمد. والأحوال والأوقات بنعمة الإيجاد والإمداد والسلامة من الآفات، فهو الذي أعطاه ما أعطاه وهداه إليه وألهمه الطاعات، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بالله يمنوا عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم جل جلاله وتعالى في علاه. سادتنا الأنصار ضربوا المثل في فقه هذا السير إلى الله تعالى، لما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في أيام حنين بعد فتح مكة وقال لهم قولوا. قالوا ماذا نقول يا رسول الله؟ المن لله ورسوله. قال لو شئتم لقلتم وصدقتم وصدقتم، قولوا وجدناك وحيد فآويناك ووجدناك مخذول فنصرناك. قالوا المن لله ورسوله، ليست المنة لنا ولا الفضل لنا، المن لله رضي الله عنهم أدركوا الصحابة، المن لله ولرسوله. فقال لهم هل حزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام ووكلتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم؟ ألا ترضون أن ينصرف الناس بالشاء والبعير وتنصرفون أنتم برسول الله إلى رحالكم تحوزونه إليكم؟ فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. بكوا حتى اخضلت لحاهم بالدمع رضي الله تعالى عنهم. فكل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشع للتذكير والبيان، وصلنا هنا الله نزل عشان حديثي فعنوان المحبة الصالحة الفرح بالرشد والإيمان، وكراهة الكفر والفسوق والعصيان، ومحبة الخير وأهل الخير، والانتفاع بالذكر والتذكير وقراءة القرآن. طوبى لعبد من الطاعات نحره ملاه، محبة الخير وأهل الخير قوته وماه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وسيذكر من يخشى، وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، اللهم اجعلنا منهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله. فكل من لم ينتفع بالذكر والقرآن ولم يخشع للتذكير والبيان فذلك لضعف الإيمان واعتلال الجنان، حيث ران عليه ما ران، فليتدارك ما بقي من عمره وما فرط فيه من أمره، وليجتهد في صدقه مع الله وإخلاصه وتطهير قلبه من الخبائث وخلاصه وملازمة ذكر الله والاستهتار به على الدوام. معنى الاستهتار الاستغراق بأن يكون مستغرقا به على الدوام ملازما له، قال متولعا به، واغتنام الأعمال الصالحة والمراقبة لله والحضور في كل حال ومقام، ليمتلئ قلبه من اليقين ويصعد بسلم الاستسلام لله في الإسلام والاطمئنان به على مناهج الإيمان إلى مدارج الإحسان ومعارج العرفان، فيرى الحق حقا كالعيان. لمثل هذا فليعمل العاملون. قال فالعمل الصالح هدية من الله لعبده وفضل من الله أعطاه إياه وأثابه عليه، وجعله لمن قربه سمة وأظهر عنوان على القرب من الرحمن كثرة العمل الصالح، وجعله مفتاحا لقبوله وبابا للرضوان والنعيم في الجنان. فالمعرض عن العمل الصالح لا يفتح له كالمعرض عن الباب،
والعامل يقرع باب الجود تحت عطايا المنعم الوهاب. فالمستغرق بعبادة ربه المستهتر بذكر المتولع به عاجز عن أداء شكره، لأن ذلك عليه نعمة جديدة أخرى أعظم من كل نعمة كبرى، إذ وفقه لطاعته وجعله من أهل حضرته، وذلك أعظم منه وعطية وأرفع درجة علية لا يقدر قدرها ولا يقدر على شكرها. ولو اجتهد وبذل جهده ليشكر فما قصد به الشكر نعمة أخرى وهلم جرا. كلما أراد أن يشكر الله بعمل فالعمل الثاني نعمة ثانية ويحتاج إلى شكر ولا نهاية لذلك. فالحمد لله، فسبحان من لا يمكن شكر نعمته إلا بنعمته، ولا يقدر على طاعته إلا بتوفيقه ومنته. قال مرة سيدنا داود: لك يا ربي ما من ساعة تمر إلا وأحد من آل داود ساجد لك أو راكع أو عابد، فأوحى الله إليه: من أعطاكم ذلك؟ الله. قال: أنت يا رب خر ساجد لله. قال: أنا اللي أعطيتكم هذا وأنا تفضلت عليكم بهذا. لا إله إلا الله، بل الله يمن عليكم جل جلاله. وبهذا جاء في رواية سيدنا ربيعة بن كعب أو كعب بن ربيعة الصحابي الذي بعد نزول آية والله يعصمكم من الناس صرف النبي الحرس من عند بيته وقال: اذهبوا فإن الله عصمني. فجبيع هذا يجي ربيعة بن كعب هذا وبن مالك يجي إلى عند الباب، فالنبي رقبه قال: أما قلت انصرفوا؟ قال: ما جلست بجلسة الحراسة يا رسول الله. قال: لله. قال: أحببت أن أكون قريبا منك، إن نابتك حاجة أو نزل بك شيء كون أنا عندك خادم، أنا لست حارس، أنا خادم في الخدمة، يعني محبة. قال: فسل ما تشاء. سل، اطلب. قال: ماذا أسأل يا رسول الله؟ كنا في جاهلية وشر كفر، أنعم الله علينا بك وهدانا الإسلام، وأنا أصلي معك وأقول معك وأجلس. إيش أطلب؟ ما الذي أطلب؟ يعني إيش من نعمة فوق هذه النعمة التي أنا فيها؟ أنا في طاعتك وطاعة ربي سبحانه وتعالى وأجلس معك، فماذا أطلب؟ عجبني وقال له: فاطلب شيئا. قال: لابد. قال له: نعم. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغيرها؟ قال: هو ذاك يا رسول الله ما شئ. قال: وغيرها؟ قال: هو ذاك يا رسول الله ما شئ إلا هذا. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود لتكون مرافقا لي، فأعني. اللهم صل وسلم عليه. قال: فلا حيلة في شكره إلا بالعجز والاعتراف والافتقار، ولا قوة على طاعته إلا بالذل والخضوع والاضطرار. وأما الأعمال فالمنة لله فيها ظاهرة، ودوام التقصير في شكرها حالة دائمة حاضرة. فالشاكر الذاكر الصائم القائم مثلا خوفه من الله أعظم من غيره لعظم منة الله عليه وقلة شكره وكثرة تقصيره. فإذا عرفت ذلك علمت أن العالم الكامل قد يخاف من وجود عمله خوفا من نظر إليه وتعويله عليه لشهود منة الله عليه به وقلة شكره بسببه، فكيف يعتمد عليه؟ فما العمل مقصود له إلا من حيث شهود المنة واتباع الطريق وامتثال أمر الله بفعله، وأنه جعله سبحانه باب قربه ومفتاح حبه، يعني العمل الصالح جعلوا باب قربه ومفتاح حبه. فلذا نعمل. وسيدنا عبد القادر الجيلاني يقول للأعمال الصالحة: بك لا نصل ولا بد منك، لا بد منك للعبودية ولأنك باب القرب من الله، والوصول ما هو بك بفضله يوصلنا سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق. اللهم وفقنا، اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ومكننا في هذه الدائرة وارفعنا إلى ما بعدها وإلى ما وراءها، وزدنا 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 من فضلك ما أنت أهله. اللهم في يوم الجمعة الأغر انظر إلينا بأكرم نظر، واربطنا بحبيبك الأنور الأطهر. اللهم حنن روحه علينا، اللهم بما بعثته لنا تاليا للآيات وقد تلاها ووصلت إلينا بهذه القراءات كما حملها هذا الشيخ الكريم المبارك وأرباب القلوب الطاهرة. اللهم زدنا من الاتصال بهذه الآيات، وبعثته مزكيا
فنسألك بجاهه أن تزكينا وأن تطهرنا وأن تنورنا وأن تطهر قلوبنا وأن تخلصنا من جميع الشوائب حتى نظفر بالعبودية المحضة الخالصة، وتتولانا بربوبيتك ولاية تقينا بها جميع الأسوأ وجميع الأدواء في السر وفي النجوى، وغمرنا بفيضات الجود وأسعدنا بأعلى السعود يا بر يا ودود يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. وزد هذه البلدة خيرا وإيمانا وبرا وتقوى في رئيسها المبارك وفي مفتيها وفي مستشاري الرئيس وفي القائمين وفي العلماء وفي الدعاة إليك وفي الشعب كلهم. اللهم ثبتهم على الحق في الأقوال والأفعال والمعتقد والنيات، وأعذنا وإياهم من الشرور والآفات، وأمدنا بالعوافي الضوافي الكوامل في الظواهر وفي الخوافي، وأسعدنا بأعلى السعادة، وفرج كروب المسلمين في المشرق وفي المغرب، وتدارك المسلمين يا مولانا حيثما كانوا، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين. دعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار والبصائر وضيائها وروح الأرواح وسر بقائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات، آمين. وتقضي لنا بها جميع الحاجات، آمين. وتطهرنا بها من جميع السيئات، آمين. وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، آمين. وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. آمين. وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله. اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ما استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا كما ربونا صغارا. 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 اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بركنك الذي لا يرام، واغفر لنا بقدرتك علينا حتى لا نهلك وأنت رجاؤنا. ربنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل عندها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عند صبرنا. ويا من قلد نعمة شكرنا فلم يحرمنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندعو في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غيبت عنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حذرته علينا. يا من لا تضره الذنوب ولا تنقص المغفرة، اغفر لنا ما لا يضرك واعطنا ما لا ينقصك إنك وهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا عاجلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء والعافية من جميع البلايا يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا نسألك تمام العافية، اللهم إنا نسألك دوام العافية، اللهم إنا نسألك الشكر على العافية، اللهم إنا نسألك الغنى عن الناس. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم كاشف الغم مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك، رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، ارحمنا في حاجاتنا هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنينا عمن سواك. اللهم إنا نسألك من موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، خاصة لمرضانا ولمن أوصانا بالدعاء، ولا كربا إلا نفسته، ولا عيبا إلا سترته، ولا ضالا إلا هديته، ولا معبوسا إلا أخلصته، ولا ميتا إلا غفرته ورحمته، ولا خوفا إلا أمنته، ولا سحرا إلا أبدلته، ولا عينا إلا أبدلته، ولا عسدا إلا أبدلته، ولا مكرا إلا أبدلته، ولا كيدا إلا أبدلته، ولا سوءا إلا صرفته، ولا أمرا إلا سخرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا ووالدينا وأولادنا وأهلنا وأزواجنا وأسرتنا وأموالنا وأقاربنا وكل شيء أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وأمانك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك وعيادك وجوارك وحسنك وحفظك وأمنك وأمانتك وعصمتك من كل شيطان رجيم ومن كل جبار عنيد ومن كل ذي بغي ومن كل ذي عين ومن كل ذي حسد ومن كل بلاء وبلواء ووباء ومن كل فتن ومحن ومرض ما ظهر منها وما بطن ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا كمال المتابعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وصحة وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين يا الله. اللهم ادم علينا بركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين يا الله. اللهم اجعلنا تحت انظار وفي انظار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الدارين يا الله. اللهم ادم علينا بركات قرآنك العظيم في الدارين يا الله. اللهم ارزقنا تلاوة القرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن وتأويل القرآن وهداية القرآن ونور القرآن وشفاء القرآن وشفاعة القرآن. اللهم ادم علينا بركات أوليائك يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. وعلى آله وصحبه وسلم بحق من أنزلت عليه سورة الفاتحة.